ناس كتير لقيتها بتسأل هي ايه السنة الضوئية؟ وهل دي زمن ولا مسافة؟ ولأن المصطلح ده بيتكرر كتير في علم الفلك بالذات، فاحنا محتاجين نتكلم عنه شوية. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، لأن ده حقيقي بيساعد. أنا أمير، ودي مش عارف. عايزك تتخيل معايا كده ان انت لابس ومتشيك وواقف مستني صاحبك اللي انتوا هتخرجوا تساعوا سوا، بس صاحبك اخر شويتين على الميعاد اللي انتوا متفقين عليه. عمال ترن عليه ويكنسل، ترن عليه ويكنسل، ترن عليه ويكنسل، بس انت عشان عندك اصرار ما استسلمتش. فهو بقى لما زهق رد عليك: ايوه يا عم انت فين كل ده؟ انا بقالي ساعه ملطوع مستنيك. فقال لك: جاي والله بس الطريق واقف. فانت تروح قايل له: ايوه قدامك قد ايه بقى؟ فقال لك: يعني قدامي حوالي 6480 متر واوصل لك ان شاء الله. فتروح قايل له: يا ابني ما تخلينيش قليل الادب عليك، انا مالي بام المسافه، انت قدامك وقت قد ايه؟ فطبعا زي اي مصري هيروح قايل لك 5 دقايق وهكون عندك. السؤال بقى هنا: ليه انت ما اهتمتش بالمسافه واهتميت بالزمن؟ ببساطه لان ما يهمنيش المسافه قد ايه، لان هي ممكن تبقى كبيره، لكن اللي يهمني الافندي ده هياخد المسافه دي في قد ايه. وكذلك يا سيدي علماء الفلك لقوا ان المسافات في الفضاء كبيره قوي، وطبعا الكلام ده ما ينفعش معاهم. طيب يعملوا ايه بقى؟ قال لك: احنا ندور على وحده نقيس بيها المسافات الكبيره قوي دي، غير المتر والكيلومتر والميل وكل الكلام الفاضي ده. فقال لك: بسيطه، مش احنا عارفين ان سرعه الضوء في الفضاء ثابته واحنا عارفين قيمتها؟ يبقى اتحلت، احنا ننسب كل المسافات اللي في الفضاء لسرعه الضوء. يعني ايه بقى؟ ركز معايا وانا هبسطها لك. صاحبك من شويه لما قال لك ان هو قدامه 5 دقائق، كان قصده 5 دقائق بالنسبه لسرعه الميكروباص اللي هو راكبه، صح كده؟ لكن لو كنا افترضنا انه ما لقاش ميكروباص وماشي على رجله، كان قال لك مثلا قدامي ربعايه بالنسبه لسرعته هو. لو هتتكلم عن رحله لتركيا بالطياره مثلا، اكيد مش هتسال عن المسافه اللي بين مصر وتركيا قد ايه، هتسال عن مده الرحله. وخلينا نفترض مثلا ان هي 6 ساعات، يبقى المقصود 6 ساعات بالنسبه لسرعه الطياره. لكن لو انت رايح مثلا بعربيه، الموضوع هيبقى مختلف خالص، وهتبقى الرحله بالايام. يبقى احنا في حياتنا الطبيعيه مش بنهتم بالمسافات، احنا بنهتم بالوقت. ولما بنيجي نتكلم عن الوقت بننسبه لحاجه معينه عشان يبقى له معنى. فهمت بقى المقصود بان احنا ننسب كل المسافات لسرعه الضوء؟ يعني باختصار، لو انا عايز اتكلم عن المسافه بين الارض والمشتري مثلا، هشوف الضوء هيقطع المسافه بين الارض والمشتري في قد ايه. نفترض ان الضوء هياخد 5 سنين على بال ما يجي من المشتري للارض بس. اقفش فيها دي. يبقى من النهارده يا حضرات المسافه بيننا وبين كوكب المشتري هي 5 سنين ضوئيه. بالمناسبه بقى، انت عارف الضوء بيمشي قد ايه في السنه الواحده بتاعتنا؟ ما تتخضش بس من الرقم، انا هكتبه لك عشان انا مش هعرف اقوله اصلا. يبقى انهي احلى بقى بالله عليك؟ اقول 5 سنين ضوئيه ولا الارقام الخزعبليه اللي قدامك دي؟ طب اشمعنى الضوء اللي نسبنا المسافات ليه؟ ببساطه لاننا بندور على حاجه ثابته، حاجه محدش في الكوكب كله يختلف عليها. ما ينفعش نسيبها لسرعه ميكروباص ولا طياره ولا صاروخ ولا مركبه فضاء حتى، لازم تكون حاجه ما يختلفش عليها اتنين. وبالتالي ما لقيناش انسب من الضوء. يبقى الملخص في جمله واحده: السنه الضوئيه هي وحدة لقياس المسافات الكبيرة جدا في الفضاء، لأنه صعب قوي نتكلم فيها بالوحدات بتاعتنا اللي هي المتر والكيلومتر والحاجات دي، لأن هيتقال فيها كلام ما ينفعش. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبك المحتوى وحبيت تشوفني تاني في المستقبل. سلام.